مساء الخير على أحلى وأجمل متابعين سفر السهير. هنعمل مع بعض النهاردة تورتة بالألوان، بس تورتة يعني كده بسيطة جدا وممكن أي حد يقدر يتعلمها. هنعمل التورتة دي بتزيين حلو جدا ورقيق، في نفس الوقت هتقدري تتعلميه معايا بطريقة سهلة جدا. يا ريت لو انتي أول مرة عندي على القناة هيسعدني كتير وتنوريني بالاشتراك بتاعك، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس. يلا نروح مع بعض على المقادير. في التورته دي هستخدم دقيق سبونج جاهز. اول حاجه بضيف 3 بيضات يكونوا حجمهم كبير، لو البيض عندك صغير هنضيف 4 بيضات. وهنضيف 350 جرام دقيق سبونج جاهز، وهنضيف تلت كوبايه ميه، وهنجيب معلقه محسن وفانيليا عشان البيض. دي معلقه محسن بس ما كانتش مليانه قوي، فانا حطيت يعني حاجه بسيطه تاني. تمام، بعد كده هنخلطهم لغايه ما القوام يتقل يعني يتقل كويس جدا معايا. بعد كده بقى هبدأ اضيف معلقة الكاكاو. في ناس ممكن تضيف معلقة الكاكاو ومع الدقيق، او مثلا قبل ما الكيك يتضرب كويس. لا، مش بيبقى حلو، هيبقى الكيك معاكي مش مظبوط. لكن ما اللي بتضيفيها بيبقى الكيك هاشش اكتر في الاخر وبتبقى حلوة جدا. يعني بصي احنا كده لغاية ما القوام تقل معايا خالص بالشكل ده بدأت اضيف الكاكاو بتاعي. يستحسن في اخر حاجة يعني بعد ما بيتخلط كويس بحط معلقة الكاكاو او معلقة ونص كاكاو خام اسباني. زي ما انتوا عارفين انا بجيب شكارة اللي هي الشكاير بتاعة الاسبونج اللي هي جولدن باك، وبستخدم منها من اللي بكون عايزة استعمل كيك شوكولاتة بضيف الكاكاو. عايزة استعمله فانيليا يبقى كده تمام. بعد كده جبت بقى صينية موجودة او عندك حلة بالشكل دوت مقاس 22. ضيفي فيها المقدار. بعد كده بندخلها على درجة حرارة 180، بتطلع عندي بالشكل ده. دي كانت عندي تاني يوم، بدأت بقى اشيل الورق بتاعها عشان ابدأ اشتغل في التورتة بتاعتنا. بقشر الوش كويس جدا. بعد بقى ما بنشيل الوش كويس، ولو مثلا في اي حاجة احمرت منك في الكيك من ورق او اي حاجة بننضفه عادي جدا، مفيش اي مشكلة. بس يعني يستحسن ما الكيك يطلع على طول من الفرن عندك، تغطيه على طول. اول ما بيتغطى الكيك بيبقى تاني يوم طري جدا وحلو. بعد كده بقى بجيب المنشار بتاع الجاتو بتاع التورته بالشكل ده، ببدأ بقى اقطع 3 طبقات. بصوا الكيك طلع تحفة. بعد كده بقى جبت بورد، بدأت احط كريمة. اهم حاجة ان احنا نحط الكريمة يعني قبل ما نبدأ نحشي الكيك، عشان طبعا لو رايحة لأي عميل الكيك ما يتزحلقش من على القاعدة والكيك بتاعك يبوظ. بعد كده بجيب بقى اللي هو الجناش. الجناش ده انا خففته بربع كوباية مية، وبعد كده ببدأ ازقي بيه التورته. يعني بجيب معلقة جناش، بنبقى عاملين الجناش ومجهزينه، وبعد كده ببدأ اضيف على الكيك بتاعي، بيخلي الكيك رطب وحلو جدا. حبيت احشي المرة دي تملي بحشي بكريمة شوكولاتة. المرة دي حبيت احشي بكريمة بيضة كده وطعم بالجناش، هتدي برضو طعم حلو جدا معاكي. بعد ما حطيت طبقة الجناش بدأت برضو ازقي تاني طبقة بالشكل ده. وطريقة الجناش انا هسيبها لكم برضو يعني في صندوق الوصف. برضو بفرد طبقة كريمة وبعد كده ببدأ احط جناش. التورتة دي اخدت معايا حوالي ربع كيلو كريمة. بعد ما قفلت طبقات الكيك بحاول اضغطها كده ضغطة خفيفة عشان الكيك بتاعنا يفضل ثابت، يعني يبقى كويس ما تيجي تقطعي التورتة. كان عندي بقى الالوان الجل دي، بدأت اضيف حوالي 3 معالق كريم شانتيه بالشكل دوت، وفي الطبق التاني نفس الطريقة. ضفت اللون البامبا، وحابة اعمل لون بامبا في اللون التاني موف. فانتي لو مش موجود عندك لون موف هتحطي بامبا على على اللي هو اللون الازرق هيديكي لون موف. بصوا بدأت اخد من اللون البامبا لاني ما كانش مدي معايا اول ما انا حطيت لبني. بصوا هيبدأ بقى يظهر معايا اللون.
بصي اداني بقى اللون الموف دوت. اختاري بقى الدرجة اللي تعجبك وابدأي زيني بيها. جبت بقى القمع بتاعي عشان اغلف التورته من بره. بصوا انا هبدأ بقى اغلف اول جزئية بامبا، هو الاكتر هيبان فيها الموف. هو بيسهل علينا كتير القمع من اللي احنا بنعمل يعني كريمة بالقمع كده بالبلبلة الواسعة وتعملي بيها بالشكل دوت. هجيب برضو من فوق كده باللون الموف، وهبدأ بقى كل الحروف ابدأ ان انا املاها كريمة عشان التجليس معايا يطلع مظبوط. تمام كده. بسباتولا بقى هبدأ اسحب كده الكريمة. واي كريمة زايدة هتطلع معاكي فبتبقى مفيهاش اي مشكلة. حبيت اعمل اللونين كده مع بعض يعني يدوا ضي معايا يبقى حلو برضو. وببدأ اجلس كل مرة، يعني لو في اي حتة قابلتني فيها اي حاجة فراغ كيك او اي حاجة ببدأ احط حتة كريمة وببدأ اسحب تاني الاسباتولا. بعد كده جبت بقى الاسباتولا اللي هي المشرشرة بالشكل ده، وبدأت اعمل الخطوط الرفيعة دي تدي شكل حلو جدا معايا. بصوا هي تزيينها بسيط جدا ما فيش اي حاجة صعبة. جبت بقى ظهر معلقة، يعني جبنا معلقة عادية خالص اللي هي المعلقة بتاعت الشاي الصغيرة. بدأت بقى اعمل السحبة بتاعتها ده هي تدي شكل حلو برضو معايا. عملت بالشكل دوت اللي هي الخطوط الرفيعة كده. بصوا انا خلصتها تجليس. بعد كده بقى هنجيب القمع بتاع الوردة اللي هي الوردة المقفولة. بصوا ده القمع بتاع الوردة اللي هي بتبقى ملفوفة بالشكل ده. بصوا هزين يعني بتزيين بسيط جدا. بعمل حركة دائرية بلف بقى القمع بتديني شكل الوردة بتطلع جميلة جدا. ببدأ بعمل وردات صغيرة في الجوانب. بصوا بالشكل ده كده. يعني بصوا انا مش ببقى حاطة تصميم معين وانا بشتغل، لكن اي فكرة بتجيني وانا بعمل التورتة بزين بيها. يعني بصي انتي ممكن تاخدي مني فكرة وتاخدي مثلا من اي حاجة تاني، يعني من اي فيديو تاني فكرة هتجمعي افكار كتيرة لتزيين تورتة انتي ممكن تكون مش في دماغك اي تزيين. يا ريت لو وصلتي معايا لغاية كده ما تنسيش تحطي لايك تشجيعا بقى ليا. بعد كده بدأت بقى اعمل دريبات بالشكل دوت. الدريبات دي عملتها برضو بكريم شانتيه، بس يعني انا حبيت اخلي السيول بتاعتها الدريبات يعني تقيلة شوية كده. انتي لو عايزة الدريبات تبقى خفيفة وتنزل يعني اكبر من كده اطول من كده، ممكن تجيبي بقى الكريم شانتيه بنحط له حوالي معلقتين مية. وبعد كده بتقلبيهم كويس جدا لغاية ما يبدأوا بقى يسيلوا معاكي وتعملي بيهم الدريبات. بعد كده جبت بقى كريسبات، اللي هي كريسبات اللي هي البيضة. بدأت احط الكريسبات الكبيرة والصغيرة على التورتة كده انطورها بشكل عشوائي. ادت شكل حلو جدا للتورتة. وبكده التورتة بتاعت النهاردة خلصت. بصوا بجد جميلة جدا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس. استنوني بقى الفيديو القادم. باي باي.